هل في تصريحات مسيئة صدرت من وسائل الإعلام ضد كهربا؟ نعم. تصريحات مسيئة صدرت من اللاعب ضد كهربا. فيما قبل ولا فيما بعد؟ برضه عشان هتلاقي ايه ناس يقول لك ده حصل من بعد ردة فعل من مجلس الإدارة وليس فيما قبل انتقاله لأفج. ما هو الحاجات دي حصلت قبل انتقاله مباشرة. تمام. كويس. واللي أنا عاوز أقوله لسيادتك إن الوسائل الإعلامية الموثقة أو الفيديوهات بتأخذ فيها غرفة فض المنازعات كأحد أسباب انهاء قضيه كهربا. قضيه دوليه لانه انتقل من نادي مصري الى نادي برتغالي. تمام. دي يفصل فيها الاتحاد الدولي لكره القدم. فدي قضيه دوليه مش الاتحاد المحلي. ما بسال بتتداول قد ايه عشان نعرف؟ لا ممكن مش تمام. اقل من سنه. مش اقل من سنه. وبعد صدور الحكم كمان يحق لاي طرف او الطرفين يستأنف عليه، يستأنفوا في محكمه التحكيم الرياضي، ياخد لها كمان 7-8 شهور. كويس. فاحنا بنتكلم القضيه دي من سنه ونص لسنتين لغايه ما يصدر القرار النهائي. النادي الاهلي له علاقه بالقضيه دي بشكل او باخر؟ النادي الاهلي ليس طرف في هذا النزاع. تمام. من قريب او بعيد. تمام. خالص هو مش طرف. صحيح. قضيه نادي الزمالك مع النادي البرتغالي.